بعد حوالي 40 سنة صمت، مصر أخيرا قررت تدور على الكنوز المفقودة في صحاريها. النهاردة الطيارات مش طالعة بس تحرس الحدود، لا دي طالعة تدور على ثروات بالمليارات مستخبية تحت الرمل. احنا ضيعنا الفرص زمان، بس دلوقتي الدولة قالت خلاص لغاية كده، وداخلة بأحدث تكنولوجيا عشان تحط مصر من جديد على خريطة الكنوز العالمية. فازاي ده هيحصل؟ خليكم معنا في الفيديو ده عشان تعرفوا التفاصيل بالكامل. تخيل معايا كده، مصر من أكتر من 40 سنة ما عملتش مسح شامل للصحاري عشان تدور على كنوزها المدفونة، والنهاردة الطيارات راجعة من تاني، بس المرة دي مش مجرد طيارات وخلاص، لا دي طيارات مجهزة بأحدث تكنولوجيا في العالم عشان تكشف أسرار الأرض اللي احنا عايشين عليها. بس يا ترى ليه مصر استنت كل السنين دي؟ وليه فجأة العالم كله دلوقتي عينه على الصحراء المصرية؟ القصة ببساطة إن الصحاري اللي احنا بنفتكرها فاضية مفيش فيها حاجة، في الحقيقة هي مليانة ثروات معدنية مش موجودة في حتت تانية. ذهب، نحاس، فوسفات، معادن نادرة بتتباع بأرقام فلكية في السوق العالمي، يعني حرفيا ده الكنز المفقود اللي العالم بيدور عليه. وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية قالوا كفاية اعتماد على بيانات قديمة من الثمانينات، النهاردة لازم نبدأ من جديد، وعشان كده بيجهزوا أول مسح جوي شامل من أكتر من 40 سنة. المشروع الضخم اللي هيغير شكل قطاع التعدين في مصر. الطيارات دي هتطير على ارتفاعات محسوبة بالمليمتر، وهتسجل بيانات عن التركيب الجيولوجي للتربة، وتحدد فين المعادن مستخبية باستخدام بقى تكنولوجيا مغناطيسية، قياسات إشعاعية، وطرق كهرومغناطيسية متقدمة. النتيجة خريطة هتكون مفتوحة قدام المستثمرين. كل ده مهم ليه؟ لأن أي مستثمر عالمي ما يقدرش يحط فلوسه في بلد بياناتها قديمة، لكن أول ما مصر تقول أنا عندي قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، المستثمر الكبير يجي جري، خصوصا في مجالات زي الذهب والمعادن الاستراتيجية اللي الطلب عليها عالميا بقى كبير. الوزارة كمان بتلعبها صح، المشروع مش بس عن مسح جوي، لا في خريطة استثمارية جديدة بتوضح كل الفرص التعدينية، وفي منصة رقمية هتخلي المستثمر يحمل البيانات ويقدم طلب الترخيص اونلاين من غير دوخة بقى على مكاتب او ورق. التجهيزات دي كلها معمولة بالتنسيق مع جهات سيادية وشركاء دوليين عندهم خبرة في المجال زي كندا، روسيا، الصين، يعني مش مجرد خطوة محلية، لا احنا بنتكلم عن مشروع عالمي بمعايير عالية جدا. عارف ان قطاع التعدين في مصر النهارده مساهمته في الناتج المحلي 0.5% بس، يعني شبه لا شيء. الخطة بقى هدفها انها تخلي الرقم ده يقفز ل5% خلال 10 سنين، وده رقم هيغير اقتصاد بلد بالكامل. التطور ده بيواكب خطة الدولة انها تعظم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتقلل الاعتماد على الاستيراد، يعني بدل ما نستورد خامات بفلوس كتيرة هيبقى عندنا احنا المصدر ونصدر للعالم كله. وعشان نفهم حجم اللعبة، وزارة البترول بالفعل بدأت توقع اتفاقيات مع شركات عالمية، وفي المؤتمر الاقتصادي اللي جاي مصر هتكون بتعرض فرص التعدين على طبق من ذهب قدام المستثمرين. الموضوع مش بس ارقام، ده نقله نوعيه. تخيل لما بلد كانت متاخره 40 سنه في تحديث بياناتها فجاه تبقى على الخريطه العالميه كواحده من اهم مراكز التعدين. وده كله بدا من قرار واحد، ان الطيارات ترجع تاني تدور في السماء مش على اشخاص لكن على كنز هيغير مستقبل بلد. فالسؤال اللي بيخطر على بال الناس دلوقتي، يا ترى اول كنز هيتكشف فين؟ ويا ترى هنسمع قريب عن اكتشاف ضخم يهز العالم؟ يلا شاركونا في التعليقات.